السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد على قناتكم الكورة في ملعبها. الفيديو اللي معانا النهاردة بمناسبة إن نادي الزمالك انسحب أمام النادي الأهلي في مباراة السوبر المصري. تعالوا نقول لكم نادي الزمالك انسحب كام مرة أمام النادي الأهلي. هما 6 مرات هنعرفهم مع بعض في الفيديو ده. المرة الأولى كانت موسم 1928-1929، كان دور الثمانية من بطولة كأس مصر، وتقدم النادي الأهلي في الدقيقة 80 1-0، واعترض نادي الزمالك وجمهور نادي الزمالك ولم يكملوا المباراة. المرة الثانية موسم 1947-1948 من دوري القاهرة، ورفض الزمالك خوض المباراة بعد حسم الدوري للنادي الأهلي. المرة الثالثة موسم 1995-1996 في الدوري الممتاز، انسحب نادي الزمالك في الدقيقة 85 بعد تسجيل الهدف الثاني لحسام حسن ليتقدم النادي الأهلي 2-0. المرة الرابعة موسم 1998-1999 وانسحب نادي الزمالك في المباراة في الدقيقة الرابعة بعد طرد الحكم الفرنسي لأيمن عبد العزيز بعد تدخل عنيف على إبراهيم حسن. المرة الخامسة عام 2019-2020 واعترض نادي الزمالك على موعد المباراة، ولاعيبة نادي الزمالك ما راحتش ملعب المباراة بحجة تعطيل الأتوبيس. والمرة السادسة كان كأس السوبر المصري عام 2022-2023 وانسحب نادي الزمالك قبل المباراة بكام يوم، وقال ان هو مش هيخوض المباراة بسبب حوار كهربا مع النادي الاهلي، وان كهربا هيلعب المباراة مع النادي الاهلي. في حاجة اخيرة انا عايز اقولها في الفيديو ده. موسم 2022-2023 نادي الزمالك 0 بطولات، 7 بطولات شارك فيهم نادي الزمالك ما خدش منهم ولا بطولة، ومنهم بطولة الدوري اللي هو اساسا في المركز الرابع ولا الخامس. نادي الزمالك السنة دي ما جاش، نادي الزمالك ما جاش اصلا السنة دي. وباذن الله يوم الجمعة هنتفرج على مباراة قوية ما بين النادي الاهلي ونادي بيراميدز المحترم، اللي اول ما قالوا له ان هو يروح يلعب المباراة بدل نادي الزمالك الناس ما اعترضتش وراحت على طول. وكده الفيديو يكون خلص. ولو انت مش عندي في القناه انزل واشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. عايزين نوصل يا جماعه على اخر الشهر ده 1000 مشترك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.